السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هوريكم طريقة أحلى طاجن بامية ممكن تاكليه في حياتك. حرفيا والله العظيم طعمه تحفة. الطريقة دي بتخلي طاجن البامية في حتة تانية خالص. احنا أول حاجة هنقمع البامية، وطبعا القناة فيها فيديو مفصل ازاي تخزني البامية في الفريزر من السنة للسنة وتفضل معاكي خضرة وجميلة. تقدروا تشوفوا الفيديو على القناة. احنا شايفين بنقمع البامية بطريقة الداير ما يدور، بنشيل القمع بتاعها على شكل هرمي، بنخلي البامية القمع بتاعها شكل الهرم، ونشيل جزء صغير من تحت. بعد كده هنبتدي ان احنا نجهز البامية. ده 1/4 كيلو بامية مغسولة، وصلصة طماطم، وقرن فلفل حراق طبعا اختياري، ومعلقة كبيرة توم، ومكعب مرقة دجاج، ومعلقة كبيرة صلصة. اول حاجة هحط معلقتين كبار سمنة، وبعد كده هحط معلقة كبيرة توم مفروم. البامية بتحب التوم طبعا، هنكتر التوم للبامية. وهنبتدي ان احنا نشوح التومة بتاعتنا كويس، وقبل ما يغير لونها وياخد لون الاصفر احنا هننزل البامية. هي التوم ده مفرز عشان كده جامد شوية. هحط مكعب المرقة كمان، هشوح كله في بعضه من غير خالص ما احط الصلصة دلوقتي. الخطوة دي والله بتخلي البامية طعمها تحفة. شايفين التوم لسه لونه مصفرش، انا نزلت عليه على طول بالبامية، وهقعد اشوح البامية تشويحة حلوة كده، وهنزل بقى معاها كل المكونات انا هشوحها. يعني انا حطيت التوم ومكعب المرق وحطيت الفلفل، وهحط البامية وهقعد اشوح كله في بعض. وبعد مثلا حوالي 3 دقايق تشويح كده هحط معلقة صلصة كبيرة، صلصة معلبة طبعا. شايفين معلقة كبيرة صلصة، برضو هشوحها مع البامية. اعملوا الطريقة زي ما انا عاملاها كده، والله هتاكلوا احلى طاجن بامية. طبعا الفلفل الحراق اختياري، اللي مش بيحب فلفل حراق نحط بداله فلفل بارد. بعد ما تشوحت كويس جدا البامية هنزل بصلصة الطماطم، عصير الطماطم. هحط الملح والكمون بتاعنا وفلفل اسود. التوابل ملح وكمون وفلفل اسود، وطبعا الشطة اختياري. انا بعمل طاجن البامية ده حراق جدا، فالحاجات اللي من الناس اللي مش بتقدر تاكل الاكل حراق طبعا بتشيل الفلفل الحراق وبتشيل الشطة، وبتحط بدل الفلفل الحراق فلفل بارد. انا هخلي البامية تاخد غلوة واحدة بس، مش هخليها تتسبك ولا تستوي على النار، عشان انا هحطها في طاجن ادخلها الفرن. هي يدوبك غلوتين كده ياخدوا تقليبة مع بعض، وهفضيها في طاجن. هنا دي لحمة عادية انا سلقاها، هنزل بالبامية بتاعتي في قلب الطاجن. بعد كده هحط اللحمة. طبعا اللي بيحب اللحمة البامية حراقة بننزل اللحمة كلها، انا مش هنزلها كلها عشان طبعا عندي اللي مش بياكل الحراق، فهحط بس كام حتة كده حراقين، وهسيب الجزء التاني بارد بس في الشوربة بتاعته يعني. ما تنسوش يا جماعة تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، مفيش حد بيقول لي رأيه، انا عايزة اسمع رأيكم. الحاجة عجبتكم ولا لأ؟ جربوها وقولوا لي رأيكم كمان. شايفين انا كده جهزتها، وهحط كبشة شوربة كمان. دي لحمة انا هسيبها على جنب، هحط كبشة شوربة، وهبتدي ان انا ادخل الطاجن في الفرن. هيقعد لحد ما يستوي تقريبا ساعة الا ربع لنص ساعة على حسب طبعا الفرن بتاعك. هرش رشة فلفل اسود كده، وهدخلها الفرن
على درجة حرارة 180 وسط، وهنسيبها في الفرن حوالي نص ساعة تستوي براحتها بقى، أو ساعة إلا ربع على حسب ما البامية معانا تستوي. اللحمة مستوية، اللحمة أنا سلقاها عادي، سلق اللحمة عادي. هنا بعد ما استوت شايفين شكل الطاجن؟ تحفة 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 والله، طعمها تحفة. شوفوا شكلها، اللحمة طبعا هي كانت مستوية، البامية استوت وطعمها تحفة. أنا بس مش هعرف أطلعها بس من قلب الطاجن. شايفين البامية مستوية، طعمها خطير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات إذا كانت عجبكم وصفاتي ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله.